مساء الفل. اخباركم ايه؟ طبعا هتكلم على محمد صلاح والاداء المتذبذب بتاع المنتخب المصري في كوت ديفوار في كاس الافريقيه. طبعا محمد صلاح يعني التويته اللي قالها، اللي كاتبها النهارده: انا ان شاء الله هكون معاكم في النهائي. يعني يعني مع الاحترام الكامل لمحمد صلاح، طب لو الرجاله دي لو وصلت للنهائي، احنا هنحتاجك ليه؟ برضو عايز افهم. لو الرجاله دي وصلت للنهائي، انت يعني الرجاله دي انت ايه؟ عايز تيجي تاخد الكاس وتمشي والانجاز كله يتحسب لك انت زي ما حصل في كاس العالم 2018؟ تريزيجيه هو النجم الابرز، هو سبب ضربه الجزاء وانت اللي سجلتها خلاص، ونسيوا تريزيجيه ساعتها. لا، مع الاحترام الكامل لمحمد صلاح، جايب 56 هدف اهداف الدوليه، لكن كلها في المنتخبات الضعيفه، ونصها اسيستات من الكينج محمد ابو تريكه. يعني انا شايف الموضوع ملهوش لازمه انك تيجي وتتعب نفسك وتيجي تاني افريقيا. انت عندك ماتش تشيلسي يوم 31 يناير وبعدها ارسنال. هو اصلا يورجن كلوب عايزك عشان الماتشين دول، عايزك عشان الماتشين دول. العضله الضمه شد او تمزق، انت اصلا ما عندكش مشكله في الركبه او في العظم عشان تروح لندن تتعالج. ده عضله ضمه. الشناوي كان في كاس الافريقيه في 2021 كان نفس الكلام. يعني ابو تريكه في 2010 جاله شرخ في وش رجله في انجولا ولعب واتصاب، اتصاب في انجولا ورجع. دي اللعيبه الرجاله اللي بتلعب، دي اللعيبه الرجاله اللي ايه؟ بتحافظ على هيبه منتخب مصر، مش انت يا محمد يا صلاح. طيب، اداء ومستوى المتذبذب للمنتخب المصري في كاس الافريقيه في كوت ديفوار، والله انا شايف ان خط الدفاع ده لازم يتفور. يعني هو خد ياسر ابراهيم ليه؟ عشان الاعلام ضغط على فيتوريا مثلا؟ يعني ياسر ابراهيم كان نجم في ماتشات السوبر، كان نجم في كاس العالم للانديه. طب انت ايه مخليه بره ليه؟ محمد عبد المنعم وحجازي مفيش تناغم. يعني حجازي لسه راجع من الرباط الصليبي. طيب، انت خدت حجازي وهو اصلا راجع من الرباط الصليبي، ما خدتش ليه الونش؟ انت واخد خط دفاع بيراميدز اللي واخد اسوأ خط دفاع في الدوري المصري. برضه انا عايز افهم. ياسر ابراهيم ومحمد عبد المنعم لازم يكونوا اساسيين الماتش الجاي. عارف يعني ايه؟ انت يعني جه فيك 6 اهداف في 3 ماتشات. انت مستوعب يا فيتوريا؟ مع الاحترام الكامل، في 2020 انا كنت متابعك، وجوارديولا قال ان هو من احسن مدربي العالم ايام ما كان بيدرب في بنفيكا ووصل لنص نهائي دوري ابطال اوروبا. لكن لما راح الخليج واول مره يدرب منتخبات على فكره، يعني انا شايف انك بتاخد 200 الف دولار في الشهر. ليه؟ ليه؟ انا شايف وجهة نظري الشخصية ان لازم اتحاد الكرة يتفور. المهندس محمود طاهر يكون موجود، مصطفى مراد فهمي يكون موجود، الاستاذ خالد بيومي يكون موجود، كابتن سيد عبد الحفيظ يكون موجود، لكن بشرط اتحاد الكرة يكون كويس وممتاز وادارة شاطرة وبيرفكت. كابتن سيد هيظبط الادارة كلها. ده لو انت عايز تشتغل صح زي المغرب اشتغلت صح، وصلت رابع العالم وعامله اداء خرافي في كاس الافريقيه. يعني انا اهو وجهه نظري ممكن المغرب توصل للنهائي. يعني المستوى بتاعها كويس، بيلعبوا برجوله. انت بقى يا مصر، مع الاحترام الكامل لمنتخب مصر، بس في لعيبه لازم تتفور. تريزيجيه لازم يلعب، مصطفى محمد الله اكبر عليه، امام عاشور ربنا يرجعه لنا بالسلامه. يعني حمدي فتحي اداؤه متذبذب. مروان عطيه لما انت لعبته يعني احسن من النني 100 مره. هو بالاسم ان هو محترف في الارسنال، هو اصلا قاعد سنه ما بيلعبش في الارسنال. عايز افهم، مصاب خدته معاك ليه؟ وما خدتش حسين الشحات ليه؟ مش فاهم. انا مش فاهم. وما بيتلعبش ياسر ابراهيم ليه؟ ما بيتلعبش فتوح ليه؟
على فكره عمر كمال ممكن يلعب خط وسط عادي، لو هو اصلا امام عاشور ما لعبش الماتش الجاي، وده اكيد رسمي. عمر كمال لعب جوكر، بيلعب باك يمين، وينج، خط وسط، ممكن يلعب عادي جدا. عندك مهند لاشين كويس جدا، كان بيلعب في فيوتشر كان ممتاز، ودلوقتي بيلعب في بيراميدز، واخده كده تحصيل حاصل مثلا، مش فاهم. يعني انا شايف عبد المنعم وياسر ابراهيم، عمر كمال، فتوح، مهند لاشين مثلا، مروان عطيه، آه، حمدي فتحي، تريزيجيه، مصطفى محمد مرموش، او مصطفى فتحي. يعني ده التشكيله الانسب لمنتخب مصر، وهيلعبوا برجوله ان شاء الله. ده اللي انا شايفه يا فيتوريا. اتمنى التوفيق لمنتخب مصر في اللي جاي. ده اللي عندي دلوقتي، اشوفكم في فيديو جديد. سلام.